السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. هذا موضوع خارج الخدمة كاريمون حبيت نتكلم فيه. موضوع صغير برك. هذو الأيامات هذو سمعت كاين واحد الخاين هكذا، خاين تاع الوطن، دار حكاية هو وصحابو باللي خطفوه ولا اختطفوه على حسب واش راهم يتكلموا المخابرات الجزائرية في إسبانيا. هذا اللي اسمه هشام عبود، ما نعرف لا تسمعوا به، والله انسان خاين الوطن. واش يجيك من واحد خاين؟ فوالا. وكاين ناس انا نشوف باللي جاب لهم ربي باللي صح. كاينه منها باللي المخابرات اختطفاتو في اسبانيا وعاود ما على باليش ان الدوله الاسبانيه حكمتهم وعاودت هي زعما شغل صوفاتو، انقذاتو من هذا الاختطاف، وما على باليش انا. يعني والله العظيم انا المواضيع هذو زمان كنت اتكلم عليهم، وبعد ما شغل ما كلش باين، كلش واضح. الانسان ما يبقاش يتكلم برك هكذا برك. مي شوفوا الحكايه هذه تاع اللي اسمه هشام عبود، هذه حكايه برك داروها، حكايه جبدها من راسو باش يطلع لي في يعاود يطلعوا ما على باليش انا الطوندونس اللي هو بالكش ما عنده صفحه ولا عنده قناه، وباش يبين روحو، وثاني يسيو زعما يشوهوا السمعه تاع الدوله الجزائريه. الدوله الجزائريه باش يكونوا واضحين، باش الناس تعرف، خاصه الناس اللي راهم يتبعوا فيهم جماعه هذا الزيطوط وهشام عبود وجماعته، سيكو الدوله الجزائريه جامي تستعمل هذه الاساليب، ما تستعملش هذه الاساليب مع الخونه هذو، تستعمل معاهم الطرق القانونيه. الطرق القانونيه سيكو هذا اللي اسمه هشام عبود خرج في حقه مذكره اعتقال دوليه، يعني مودا داري انترناسيونال، ومشارعين له لهنا حاكمين عليه. بو عنده شحال مشراع، مي نورمالمون حاكمين عليه ب 16 سنه سجن. هذه هي. وانا الرساله تاعي ليه واللي كما هو، يعني هذا ما على باليش، هذا الافلام اللي راكم تمثلوا فيها ما تنفعكمش، ما تنفعكمش. عندكم زوج حلول في الحياه تاعكم ديروها: يا تجي تسلم روحك تدي العقوبه تاعك تكمل حياتك في السجن، يا تريح هارب ثم في بلاد الكفر الى يوم الدين، حتى تموت انت في بلاد الكفر، تموت ثم كي الجرذ، الله اعلم، ولا تلقى اللي يصلي عليك ولا ما تلقاش. هذه هي النهايه تاعكم، يعني نهايه ماساويه في كلتا في كلتا الحالتين. وهذا الثمن تاع الخيانه تاعكم لهذا الوطن. ما عندكمش حل واحد اخر. هذه هي. وهو ولا غيره، ما من الجماعه اللي راهم كيما هو كامل، جماعه زيطوط هذاك، المصدى هذاك، هذاك انوار مالك هذاك، المهم الكليك هذيك اللي راهم ثم كامل، راهم اغلبيتهم كامل خارجين ضدهم مذكرات اعتقال دوليه واحكام لهنا بالسجن. سي بور سا تلقاهم ثم ينبحوا ليل ونهار، توجور عندهم امل، يقول لك اون سي جامي تتخلط هذه البلاد، وهذوك المذكرات تاع الاعتقال والاحكام تاع السجن يروحوا، وهما ما يروحوش. يريحوا كيما راهم هكذا هاربين حتى يموتوا. اللي مات او يموت في بلاد الكفر ثم، واللي ما ماتش او يجي لهنا يدي العقوبه تاعو، ولا حتى تحكموا كاش دوله وتبعثوا لهنا. اما هذه حكمته المخابرات ثم وكذا، ما الدوله تاعنا ما تستعملش هذه الاساليب، كلش بالقانون. وحتى كون ما تحكمكش ثم داكاش دوله وترس لك لهنايا، سي اونكور بير، جاب لك ربي ماشي راك درت حاجه مليحه، والله راك تريح خايف، تريح هارب طول حياتك. ما تنساوش خوتي، ما تشوفهمش يقعدوا يهضروا هكذاك وزعما يزقيو ثم شغل اونديري راهم لاباس بيهم ومخشان طايحين خشان، ما كاش منها. عباكش معناها باللي خارجه في ضدك مذكره اعتقال دوليه، واش معناها؟ تريح خايف طول حياتك، وانت خايف حتى راك في بلاد الكفار. وكي تكون على بالك بلي عندك احكام في بلادك اللي هنا بالسجن، على بالك تريح طول حياتك انت مريض، طول حياتك
يصبروك الناس تعيا تصبر روحك، مي على بالكش معناها بلي راك يشرشي وحاكمين ضدك 15 سنه ولا 20 سنه سجن، ماشي سهله. سي بور سا سيبهم مخبيين في كشك هكذا شنابر الله ما على باليش ثما، وينبحوا ليل ونهار يجيبوا زعما سوا ديزوم يجيبوا الاخبار. هذه هي. ربي يجيب الخير، ربي ينتقم جميع واحد خان هذا الوطن. هذه هي. السلام عليكم.